يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس اصبر، على جميع الناس هذه مسألة. إذا رؤي الهلال هل يلزم الناس كلهم على وجه الأرض أن يصوموا إذا رآه بعضهم في أي مكان؟ يلزم الأمة جميعا أن تصوم في كل الأرض، أو يجب على أهل الإقليم الذي رؤي فيه الهلال؟ وكل قوم لهم رؤيته. هذا القول الثاني وهو الصحيح، أنه لا يجب الصيام على كل الناس لأن هذا فيه كلفة، ولكن يصوم أهل الإقليم لأن المطالع تختلف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تختلف المطالع باتفاق أهل الملة. تختلف المطالع، يطلع الهلال عندنا قبل الهلال يطلع عندنا قبل أهل المغرب، اختلاف المطالع، فلكل قوم رؤيتهم. فإذا رؤي الهلال في إقليم وجب على أهل ذلك الإقليم كلهم أن يصوموا، وأهل الإقليم الثاني يجب عليهم الصيام برؤيتهم إذا رأوه، وهكذا. هذا هو القول الثاني في المسألة وهو الصحيح، لا يسع الناس إلا هذا. نعم. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم. إذا رؤي الهلال يجب الصيام على أهل الإقليم الذين رؤي فيهم الهلال. الإقليم الثاني اللي يختلف مطلعه عن هذا المطلع يصومون إذا رأوه هم، ولو تأخر بعضهم عن بعض. بعض الناس يقول: لا، خلوا المسلمين يصومون جميع. ما هو بلازم، هذا كلام. المسلمين كل يصوم برؤية الهلال، برؤية بلده وإقليمه. هذا هو اليسر.